وبنرجع لفليب في معمله وبيكون زعلان ان بقاله سنتين على الاختراع ده وما نجحش فيه، بس بيسمع صوت جاي من جهاز التبريد فيرجع له ويفتح جهاز التبريد ويلاقي قطعه مطاط ليها مميزات كتير، فيعرف انه نجح في اختراعه ويبدا يكتشف مميزات المطاط اللي اخترعه، فيعرف ان شكله قابل للتغيير والتشكيل وانه مرن جدا، وبيكتشف انه سريع جدا، وبيطلب فليب من ويبو ان ياخد صوره للمطاط معاه، بس فلاش الكاميرا بيضايق المطاط، وبنعرف ان المطاط اللي اخترعه فليب عنده حساسيه من الضوء، فيبدا المطاط ينط بشكل هستيري ويكسر الازاز ويدخل البيوت اللي حوالين بيت فليب ويعمل فوضى كبيره فيها، بس بيرجع بيت فليب مره تانية ويقدر فليب انه يمسكه بصعوبه، ويقرر فليب انه يسمي اختراعه فلابر، وبتخرج ساره من الكنيسه وتلاقي ويلسون مستنيها ويوصلها للبيت، ويفضل فليب شغال في معمله ويعمل جهاز ريموت يقدر من خلاله انه يتحكم في الفلابر ويخليه يطلع لفوق وينزل لتحت، وبيرن المنبه اللي في ساعته وبتكون الساعه 6:30 فيفتكر ميعاد فرحه، بس ويبو بيقول له ان الفرح ميعاده فات وان الساعه دلوقتي 6:30 الصبح في تاني يوم، فيزعل جدا ويروح لساره، وبتكون ساره زعلانه منه ومش عايزه تتكلم معاه، وبيعتذر لها ويوريها فلابر اختراعه الجديد ويقول لها انه مطاط من نوع خاص، ولما بتديله طاقه بينشط ولما تديله اوامر بينفذها، وبتكون ساره مش مقتنعه انه سابها في الفرح علشان حته مطاط، فيقول لها انه هيحطه في جيبه وينط من الشباك، ولما ينزل على الارض الفلابر هيرفعه لفوق وينقذ حياته، بس الفلابر بيقطع جيبه وبيقع منه فيقع فليب على الارض، وتقول لساره ان كل حاجه بينهم انتهت،